ناس كتير بتقول ان احد المستحيلات 3: انك تشتري شقه جديده بسعر معقول، او انك تبيع شقتك بثمن اقل من اللي انت اشتريته بيه، او انك تلاقي مستثمر راضي يدخل في مشروع عقاري وعلى الاقل راضي بمكسب اقل من الضعف، وتكون احد اهدافه انه يشارك في حل المشكله السكانيه. احنا هنا عملنا مبادره بيتك بايدك علشان نقضي على الثلاث مستحيلات دي. واحب اطمنكم اولا ان احنا بالفعل طبقناها بدل المره 10 وبنجاح ساحق بنسبه 100%. بس خلينا قبل ما نقول المشكله جت ازاي وحليناها ازاي، خلينا نعرف بدايه المشكله ونحكي حكايه سنين في دقيقتين. زمان مش بعيد قوي، يعني في الاربعينات والخمسينات كانت نسبه كبيره من اهل مصر ساكنه في بيوتها، والبيت هنا بمعنى كلمه بيت مش شقه، لدرجه ان المالك لما كان بيبلغه المستاجر الدايم انه هيمشي كان بيصوت. من اواخر الثمانينات وبدات فكره ان الشاب يتجوز في شقه، دي فكره صعبه جدا الا لو كان بابا او ماما اشتروا له الشقه او كان وارث. من التسعينات لحد دلوقتي تقريبا محدش بيتجوز. مش هدخل في اسباب اقتصاديه من ركود وتوجه، خلينا ندخل في الواقع على طول. هو انك لو معاك مبلغ زي 250 000 جنيه في محافظه فقيره زي محافظه اسيوط هتعملهم قراطيس، وللاسف برضه مش هتلاقي شقه. مجال الاستثمار العقاري انا شايفه مجال مغلق او مجال مبهم، لان السلعه اللي فيه اللي هي بتترجم في الاخر لشقه او محل بتمر على اكتر من مرحله تتعدى ال10 مراحل، بدايه من تقدير سعر الارض للحفار للمهندس لمصنعيات العمال، من نقاش لنجار مسلح الى اخره. وكلها حاجات ملهاش اي معايير نقدر نبني عليها هل هي تكلفتها عاليه او متوسطه او منخفضه. يعني مثلا لو يوميه النقاش النهارده كانت 50 جنيه، من بكره بقت ب 80 جنيه، سواء انت راضي او مش راضي ده مش هيغير من الواقع في شيء. ويكفيك واحد بس من الدايره اللي فاتت دي ما يكونش امين هيغلي لك ثمن الشقه في الاخر من 5 ل 10% على الاقل. لو قسمنا الناس اللي بتشتري شقق لعده دوائر، هيبقى اصغر دايره عندنا اللي هي دايره المشتري العادي، وده في الغالب شخص ما عندوش اي خبره لانه ما صدق جمع فلوسه اصلا، فبيضطر يثق في اي حد لان هي معامله او معاملتين في حياته فما بيحسبهاش. اما بقى لو تمم اكتر من 4 أو 5 معاملات فده دخل في الدايره اللي بعدها اللي هي دايره تجار العقارات. تاجر العقارات ده بقى هو الشخص اللي بيشتري الشقه او المحل بهدف اعاده بيعهم خلال 3 شهور، على الاقل مكسب من 10 ل 15% على الاقل. يعني مثلا لو اشترى شقه ب 200,000 مش هيرضى يبيعها باقل من 230,000، وده للتاجر المحترم بدون حد اقصى لعديم الضمير. يكفيك الشقه تتباع مره او مرتين خلال السنه واحده، على الاقل هيزيد ثمن الشقه في اخر السنه حوالي 60%. الدايره اللي بعدها هي اكبر دايره، وهي دايره المستثمرين العقاريين، ودي تقريبا اهم دايره وهي اكبر سبب في اسعار العقارات حاليا. المستثمر العقاري ما بيرضاش بمكسب اقل من 200% على الاقل، لانه مش هيرضى يحط له 2 مليون او 3 مليون في بيت على بال ما يطلع له رخصه هدم، او على ارض على بال ما يطلع لها رخصه وتتبني يعني من سنه لسنتين علشان يكسب له في الاخر 30%. مستحيل، كان حطهم في البنك اريح له. علشان كده كان لازم نلاقي حل، والحل ده احنا بالفعل لقيناه وطبقناه بدل المره اكتر من مره بنجاح ساحق، لدرجه ان الناس اللي دخلته وعملته كانوا غرضهم في الاول والاخر ان هم يسكنوا، بس لما شافوا كم المكسب والتوفير بقوا دخلوا الدايره الثانيه اللي هي تاجر العقارات او المستثمرين العقاريين. الحل ده سميناه بيتك بايدك، والمسمى القانوني بتاعها اتحاد الملاك. فكرتنا هي ان احنا نجمع من 8 اشخاص ل 20 شخص، على الاقل هيكونوا في مستوى اجتماعي متوسط قريب من بعض، يا اما يعرفوا كلهم بعض او نصهم يعرف الثاني، ورضوا يعيشوا حياتهم في مبنى واحد مقفول عليهم باب واحد. 8 اشخاص دول هيثقوا في واحد بس منهم اللي هو اسمه مأمور اتحاد الملاك، وده اللي هيقوم بالعمليه برمتها سواء بشخصه او بمساعدتهم. وهنحدد مبلغ في امكانيات كل الاشخاص دي وبعدها هنبدا نتحرك. خلونا نروح لمثال واقعي افضل وبالارقام علشان نعرف نشرح فكرتنا كويس. هنروح لمحافظه زي محافظه اسيوط، اسعار العقارات فيها غاليه جدا وتصل لحد الخرافيه، وكتير من شبابها اتكتب عليهم يعيش ايجار ويا ريت الايجار نافع. هنروح لمنطقه تحت المتوسطه زي منطقه المعلمين، وعلى شارع بعرض 12 متر، يعني هيدي ارتفاع من ارضي ل5 ادوار، وفي امكانيه ترخيصه طبعا. سعر متر ارض فيها تقريبا هناك 6000 جنيه. متوسط مساحات القطع 240 متر. 240 متر في 6000 جنيه حوالي 1,440,000. تكلفه مبنى زي ده ارضي و5 ادوار حوالي 1,260,000. يعني اجمالي التكلفه للمشروع بالكامل 2,700,000. مش عايزين نتخض من الارقام، الارقام دي واقعيه جدا في المنطقه دي. هنحتاج 8 اشخاص وهو الحد الادنى في فكره اتحاد الملاك زي ما احنا قلنا. يعني هنقسم 2,700,000 على ال8 هتطلع 337,500 جنيه. بحب افكركم زي ما احنا قلنا فوق ان المبلغ ده ما يجيبش شقه 2 وصاله في اسيوط. هنرجع لحسبتنا، هندي كل شخص من ال8 اشخاص شقه من الدور الاول للدور الثامن،
يعني الدور فيه شقتين، مساحه كل شقه 120 متر. هيتبقى معانا الدور الاخير اللي هو السادس، والدور الارضي اللي هو التجاري او المحلات. هيتبقى عندنا مساحه 200 متر محلات علشان في 40 متر هتطلع للمدخل. ال 200 متر دول هنعيد بيعهم متوسط سعر حوالي 6000 جنيه. 6000 في 200 بحوالي 1,200,000. دول هنقسمهم على الثمانية، هيطلع لكل شخص 150,000، هيرجعوا له من ال 337 اللي دفعهم. عندنا الدور الأخير تقريبا سعره 2000 جنيه المتر. 2000 في 240 يعني 480,000. 480,000 برضه هنرجع نقسمها على 8 أشخاص، هيدينا حوالي 60,000 جنيه. 60,000 زائد 150,000 رجعوا لك يعني 210,000. يعني ثمن الشقة بقى وقع عليك ب 127,000 جنيه، في حين ان نفس الشقة في نفس الموقع في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه سعرها 2500 جنيه للمتر، وده اقل سعر موجود في السوق. يعني الشقة اللي 300,000 جنيه انت اشتريتها ب 127,000 جنيه. ده كمان الشقة اللي هتشتريها ب 300,000 دي لا انت عارف هتسكن مع مين ولا المباني اتبنت ازاي. وبكده الحل مش بس مناسب للسكن، ده كمان مربح وخلاك شخص فاهم وعارف بيعمل ايه، مش مجرد شقه والسلام. ودي كانت فكره بيتك بايدك. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجه عن طريق الفيسبوك او اليوتيوب، انا تحت امركم في اي وقت.